السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد في قناة مصر 24. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو. معنا الآن خبر نشر في جريدة اليوم السابع بعنوان: الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق الميناء بعد 7 ساعات، وانهيار دورين من المخزن المشتعل وسوء الأحوال الجوية أعاقت السيطرة على النار، والمبنى يحتوي بضائع لمستوردين لم يسددوا الرسوم الجمركية ولا إصابات. بصراحة العنوان طويل، فهو يعتبر العنوان ده شارح تفاصيل الخبر. فهو باختصار شديد إن الحماية المدنية بالإسكندرية نجحت بالفعل في السيطرة على حريق اشتعل في ميناء الإسكندرية بعد 7 ساعات من نشوب الحريق واندلاعها الحمد لله دون إصابات. وقد وصل إلى هناك فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد لاشين المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية لمعاينة الوقائع. وكشفت المعاينة الأولية أن النيران أدت إلى انهيار دورين من مبنى المخازن المكون من 5 طوابق، حيث تسببت الرياح وسوء الأحوال الجوية في صعوبة السيطرة على الحريق. وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها لتتوصل إلى الملابسات الحقيقية في سبب وقوع الحادث. تم الدفع بعدد كبير جدا من سيارات الإطفاء، بلغ عددها 16 سيارة، في مكافحة النيران والسيطرة عليها، ولا توجد خسائر بالأرواح حتى الآن. نلقاكم على خير وإلى اللقاء.